إصدار أعلى شهادة شهرية بعائد وصل 27.4%، وكمان البنك الفيدرالي الأمريكي ثبت أسعار الفايدة. ودراسة إيقاف شهادات 27% و23.5% بالبنك الأهلي وبنك مصر أعلى عائد بعد اجتماع البنك المركزي. تعال نشوف الشهادة الجديدة وأسعار الفايدة. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة، فعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش تشارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائدة. وبعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو. البنك الفيدرالي الأمريكي قرر تثبيت أسعار الفايدة وده للمرة الرابعة على التوالي، وتم إصدار شهادة جديدة بعائد 27%، أعلى شهادة شهرية بعد اجتماع البنك المركزي الأخير، واللي قرر فيه الإبقاء على أسعار الفايدة على الإيداع والإقراض دون تغيير، اللي وصل فيه إلى 27.4%، 28.4%، و27.75% على الترتيب. وأيضا سعر الائتمان والخصم اللي وصل إلى 27.75%. وأيضا بعد بدء تصريحات البنك المركزي بأن معدل التضخم في مرحلة الهبوط، وكل التصريحات اللي خارجة الأخيرة من البنك المركزي بتؤدي إلى أن التضخم في مرحلة الهبوط، وأن أسعار الفايدة في مرحلة الهبوط القادم. وأيضا يمكن أن يتم هبوط أسعار الفايدة من البنوك الفترة القادمة، خاصة في بعض الشهادات المطروحة اللي هي موجودة في البنك الأهلي وبنك مصر، اللي هي 27% السنوية، وأيضا الشهادة 23.5% الشهري. وده كان صرح فيه سابقا رئيس اتحاد بنوك مصر محمد الأتربي إنه في دراسة بتخفيض أسعار فايدة على الشهادات المطروحة 27% و23.5% الشهرية، وده كان قبل اجتماع البنك المركزي السابق. ولكن حتى الآن لم يتم إيقاف الشهادات، لكن هناك بعض البنوك بتتسابق لجذب مزيد من العملاء للشهادات، فتم طرح شهادة جديدة بعائد وصل 27.4% و27.5% أيضا. العائد اللي وصل 27.4% بيصرف شهريا، أما العائد 27.5% بيصرف ربع سنوي. وكمان يمكنك الاقتراب بضمان الشهادة، والحد الأدنى لربط الشهادة هو 1000 جنيه ومضاعفاته. نوع العائد على الشهادة بيكون العائد متغير. الشهادة دي بتصدر في بنك ميت بنك بجميع فروعه على مستوى جمهورية مصر العربية، وفي جميع البنوك الأخرى الآن لجان الإيركو بتدرس إصدار شهادات جديدة. وأيضا الأيام القادمة هنشهد تغير في أسعار الفايدة، خصوصا مع توقعات تخفيض أسعار الفايدة في الأيام القادمة. كل اللي عليك إن أنت بتشترك في القناة وتفعل الجرس واللايك للفيديو عشان يظهر لك كل الشهادات القادمة، وما تنساش مشاركة الفيديو لتعم الفائدة.